انتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج كايرو هوم مع محمد طارق ونوري علاء، كل ده واكتر على اذاعه علشان بلدنا. كايرو هوم برعايه سوبران ايجيبت اند اذر براند. مستمعين راديو علشان بلدنا، معاكم محمد طارق ونوري علاء في حلقه اسبوعيه جديده من برنامج كايرو هوم. مواضيعنا النهارده متنوعه وكتيره، مش عارفين نبدا منين بالظبط. طبعا ازيك يا نوري؟ ازيك يا واد، عامل ايه؟ طبعا لان كل الفقرات اللي معانا ممتعه وفيها تفاؤل، هنقول بس على مواضيعنا وندخل في اول موضوع، بس نروح لفاصل صغير جدا ونرجع لكم تاني. حاجات بيع الساعات ويدوب وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات، ما يعيش غير طعم البيوت. جدران بتحضن جوا منها قلوب كتير، وابواب بتقفل عالجناين وعالوزير، شباك موارب من وراه واقفة الصبايا، قضوا النهار في الوقفة قدام المراية. أسرار كتير عدد البيوت في الشارع الطيب يا ناس، ما يبانش منها غير اللي يطلع منه الصوت. طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات، ما يعيش غير طعم البيوت، طعم الحاجات. لما تحلى في ساعة العصاري، تفتح مزاد على الحب تلقى ألف شاري، شاهد بيفضل من البداية للنهاية، وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية. وكفاية لما بتلاقيه فاتح دراعه بيناديك ويقول تعالى في حضني، ده انت وحشني موت. طعم الحاجات بيع الساعات وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات، ما يعيش غير طعم البيوت. طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات، ما يعيش غير طعم البيوت، طعم الحاجات.
ذكريات ما يعيش غير طعم البيوت. ورجعنا لكم مرة تانية ومعاكم من جديد. موضوعنا النهاردة عن خطاب الرئيس محمد مرسي واللي حصل في قمة عدم الانحياز في طهران ومواقفه سواء من طهران أو دمشق. بس احنا عايزين نفصل الموضوع شوية، يعني مش نتكلم بلخبطة وأي حاجة كده وخلاص. عاوزين نعرف يعني ايه الأول قمة عدم الانحياز. ببساطة هي حركة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، ودي كانت نتيجة لمحاولة عن البعد عن الحرب الباردة اللي كانت بين المعسكر الشرقي اللي كان بيمثله الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي اللي كان بيمثله الولايات المتحدة الأمريكية. واللي أسسوا الحركة دي في الأصل 3 زعماء: الزعيم جمال عبد الناصر، ورئيس وزراء الهند نهرو، ورئيس يوغوسلافيا تيتو. وعدد أعضاء حركة عدم الانحياز وصلوا ل 118 دولة. يعني ما كانش عدد قليل كمان، يعني العدد ما كانش قليل قوي يا نوري زي ما احنا عارفين، ودلوقتي الناس كلها مش عارفه اصلا يعني عدم الانحياز. انا ذات نفسي ما كنتش عارف يعني ايه. النهارده المعد وضحها لنا، طبعا هاني وضحها لنا بشكل واضح. طبعا نرجع تاني لموضوعنا، بس كان في مشكله كبيره، وان بعض الصحف الكبيره والقنوات الفضائيه الكبيره برضه صرحت ان ايران يعني بوظت في ترجمه الخطاب بتاع الرئيس محمد مرسي، اللي هو قالوا الخطاب غير صحيح. يعني بيحرفوا الخطاب شوية علشان الرأي العام. أنا الصراحة مش بتكلم إيراني علشان كده ما سمعتش الخطاب. نيجي بقى لخطاب مرسي اللي فيه 3 حاجات. أول حاجة، ناس كتير اتهمت الرئيس محمد مرسي بولائه لإيران والتعاون معاها في حاجات كتير غير مشروعة. الرئيس محمد مرسي في بداية حكمه قال أنا مش هروح إيران، ورفض أي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده. فلما قال إن هو هيروح إيران ناس كتير هجمته وزعلت منه، لأنهم اعتقدوا إن هو كده بيخالف مبدأه وكلمته. لكن بالعكس، ولما راح إيران هناك وفي معقل الدولة الشيعية بدأ خطابه بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتراضي عن أبو بكر وعمر. واللي ما يعرفش العلاقة ايه بين الشيعة وابو بكر وعمر، نحب نوضح بس العلاقة. ان الشيعة بيشتموا ابو بكر وعمر على المنابر في خطبة الجمعة، ولا يعتبروهم من المسلمين ولا من الصحابة. فكونه يعمل حاجة زي دي في معقل الشيعة يعني حاجة يستغربها الشعب المصري. تاني حاجة يعني واضحة في موقف الرئيس محمد مرسي لما راح إيران، التصريح اللي هو يعني صرح ضد دمشق، وصرح اللي هو ضد اللي بيحصل في سوريا والمجازر اللي بتحصل على ايدي جنود بشار الاسد للمسلمين السنه، وده برضو ضربه لايران، لان ايران من المدافعين جدا عن بشار الاسد ونظامه. بالاضافه للصين اللي كانت حاضره في المؤتمر كعضو مراقب. دي 3 حاجه معانا. اعتقد ان اغلب مصر فرحت جدا بالخطاب ده يا محمد، وحست ان فيه ولو جزء بسيط من الكرامه رجعت لهم. كان مفقود في العهد القديم، لان مصر اصلا ما كانش الرئيس بتاعها بيروح ولا مؤتمرات، وكانت مصر محلك سر. الحمد لله في كرامه رجعت لنا يعني لحد ما بنحاول. يعني هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع نكمل بقيه فقراتنا. نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي.
انتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج كايرو هوم مع محمد طارق ونوري علاء، كل ده واكتر على اذاعه على شامل. رجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم موضوعنا دلوقتي، موضوع عن الرعب، موضوع عن الجذاب شوية، موضوع ناس كتير بتحب الحكاوي دي، هو عمارة رشدي أو بيت العفاريت أو الأشباح. مش هنختلف كتير يعني عن الاسم. هي عمارة في اسكندرية مبنية من زمان، صاحبها كان خواجة يعني ما كانش مصري، ومن هنا بدأت الحكاية وانتشرت الشائعات اللي يقولك اللي خلاها مسكونة إن كل أصحابها ماتوا، واللي يقولك لأ ده في وريث بره لسه عايش وبيطلع الشائعات دي علشان محدش يسكن فيها، واللي يقولك بقى مصحف وقع من العمال وهم بيبنوها فاتبنت على مصحف ودي كانت لعنة، ومعرفش ازاي دي لعنة، لأن المفروض يعني ربنا لو عايز يعمل غضبه على حد مش هيكون بالأسلوب ده. والغريب فعلا يعني إن في شهود عيان كتير قوي قالوا الكلام ده. طبعا نورهان انتي خفتي ولا ايه؟ طبعا يا جماعه الموضوع ده انا مش حاسه حقيقي ولا لا، بس نقول بس حكايه العماره دي من قبل كده. يعني العماره دي بقالت من 30 سنه، بناها رجل يوناني عنده 3 اولاد ومراته كانت معاهم، راح يصطاد من اسكندريه فغرق، فمراته اخدت حاجته ومشيت وباعت العماره لواحد تاجر نجاره ومقاولاته والكلام ده. باع شقه منها لواحده صيدلانيه، ست انتحرت، باع شقه لواحد بتاع الماظ وذهب بفلس وانتحر، شركه اشترت جزء منها، الشركه فلست وانتحرت، واخر حادثه شهيره جدا في المكان ده سنه 1999 في عريس وعروسه سجنوا في الشقه دي، والعريس لقى في قطه كبيره على شكل اسد على شكل كلب كانت بتهاجمهم، اخذ مراته بيجري لقى الباب مش موجود وفي مكانه راجل ضخم اسود ونزل منه ناب. طبعا الكلام ده كله الناس بتشهد عليه، والسكان بيقول لك كان في صريخ واضح جدا وبيصحوا نفسهم بره الشقه. طب انت تفتكر ان في حد هو اللي بيعمل كده عشان خاطر الناس ما تسكنش في العمارة، ولا والله هو عفاريت؟ ممكن ده كل حاجه صح يعني. طيب، وطبعا اصر مجموعه من شباب الاسكندريه انهم يدخلوا العماره عشان يكسروا حاجز الخوف اللي عند الناس. البواب طبعا مرضيش، فاضطروا يدخلوا من خلال عمارات مجاوره، وفعلا باتوا في العماره وما حصلش حاجه، بل بالعكس في بعض بيقولوا انهم لقوا بقايا طعام موجوده وحاجات مستخدمه يعني جديده من مده قصيره، وده فعلا دليل، لو كان الدليل ده فعلا صح، ان العماره بتستخدم في اعمال غير مشروعه زي تجاره المخدرات او السلاح وغير كل ده كتير. الناس لازم تعرف ان ممكن ده ما يكونش حقيقي فعلا، ويكون دي الناس بتعمل كده عشان تستغل الشقة دي في تجارة المخدرات والسلاح. طبعا كل عارف ان الدين الاسلامي بيقول، وكل الاديان بتقول ان في عفريت وفي جن، بس بالايمان تقدر تتغلب على الكلام ده كله. طبعا احنا مش عايزين نقول للناس اللي ده غلط ولا ده صح، احنا مش عارفين الحقيقة فين، وانا بصراحة كان نفسي اروح اغطي هناك، بس يعني ايه انا ذات نفسي ما قدرتش. لا مش خفت، قلت يعني مش عارف نفسي في التهلكه قوي كده، فاهم يعني؟ في ناس راحت وناس عايزه تروح وناس شجعتني ويلا. مش راحت بس بالظبط، في شباب اسكندرانيه قالوا لازم نكسر حاجز الخوف ولازم نروح نقعد هناك نشوف ايه اللي هيحصل، بس متهيألي كفايه رعب كده وكفايه كلام الموضوع ده. تقريبا النور بدأ يطفي عندنا فمش هنتكلم الموضوع ده كتير، فممكن نطلع فاصل صغير ونرجع مع حاجه مشرفه جدا للشعب المصري والرياضه المصريه العالميه في كل حته.
أيمن رفاعي. أغنية جديدة من فيلم كامب يوم 19/3 بدور العرض. تاه. لا ليل عمره بيبقى نهار ولا جنة بتصبح نار، بنكدب ليه على روحنا ونعمل إننا بنختار. صحيح ممكن تعيش أيام وتتبع طرف أي كلام، دموعنا تخبي ملامحنا ولا بننسى ولا بننام. قلبي ما بيلقى وعار، ياه ما هو معنى الحياة. قلبي ما بيلقى وعار، ياه أيمن رفاعي. أغنية جديدة من فيلم كامب تاه. في ناس بنشوفها بالألوان وناس جواها مش بيبان، وناس اسود وناس أبيض وناس محتاجة بس أمان. وأكتر ناس تلاقى منهم ما يجي الجرح غير منهم، وناس انت بعيد عنهم بتنسى معاهم الأحزان. قلبي ما بيلقى وعار، ياه ما هو ده معنى الحياة. قلبي ما بيلقى وعار، ياه ما هو ده معنى الحياة. أيمن رفاعي. ورجعنا لكم تاني ببرنامج كايرو هوم مع محمد طارق ونوري علاء، ونرجع لموضوع تاني من المواضيع اللي بتدينا الامل. ناس عملت حاجه غيرنا كتير ما فكرش يعمل حاجه بتفيد بيها البلد او يفيد بيها نفسه. ناس فازت بميداليات ما يقدرش على تحقيقها الناس السليمه. اعتقد دلوقتي كلنا عرفنا هنتكلم عن ايه وهنتكلم عن مين. هنتكلم عن ابطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي فازوا بميداليات في اولمبياد لندن لذوي الاحتياجات الخاصه. عندنا ولله الحمد 2 اخذوا ذهب و4 فازوا بميداليات برونزيه و1 فضه، يعني مجموع ميداليات 7. طبعا والسلام ما عرفوش يعملوها في اولمبياد لندن. الناس دي ولا نعرفهم زي ما نعرف كرم جابر مثلا. وطبعا المشكله الازليه اللي بنتكلم فيها هي عدم الاهتمام بالمعاقين. ممكن نخرج بقى من الرياضه شويه ونتكلم على نطاق اوسع، وهو عدم الاهتمام بالمعاقين في جميع المجالات في بلدنا مصر. طبعا يا جماعه في دول زي الصين الناس دي بتشتغل وبتنتج، عكس عندنا في الحكومه المصريه تعتبرهم عالة على المجتمع وزياده سكنيه دون فايده. المفروض يكون ليهم نسبه في كل حاجه، يعني تعيين في المصانع يبقى مثلا نسبه 10% للمعاقين، في التعيين الحكومي برضه يكون لهم نسبه 20%.
ونعمل برضو المفروض للناس دي ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام الحاسب والأجهزة علشان يشتغلوا على علم كمان. نتمنى ان تكون في خطط الحكومة الجاية ملف كامل لمواجهة المشكلة دي. طبعا يا جماعه اللي ممكن تتحول لثروه بس بالتفكير والتنظيم الصحيح. طبعا يا جماعه احنا يعني في الكلمتين دول مش هنقدر ندي للمعاقين دول او لابطالنا دول حقهم. طبعا احنا الحلقه الجايه ان شاء الله هنحاول نجيب تقارير منهم وتسجيلات معاهم من داخل معسكراتهم ومن داخل تمارينهم. في موضوع يا محمد لازم نتكلم فيه، طبعا هي مشكلة أزلية في الإعلام المصري ظهرت بوضوح في الأسبوع اللي فات، هي تزييف الحقائق. وطبعا مقصود بالإعلام المصري يعني قنوات حكومية وقنوات خاصة، يعني جميع الفئات، بس بالتحديد القنوات الحكومية قنوات مصر. طبعا كلنا عارفين وعرفنا وقرينا عن نخنوخ البلطجي اللي بيعتبر الدراع اليمين للعدلي والحزب الوطني، من خلاله كان بيتم تزوير الانتخابات زمان وتتم عمليات الارهاب اللي الداخليه مش عاوزه تحط ايديها فيها، وكل ده تمام قوي وفعلا اتحقق معاه وفي تهم كتير وجهت ليه. المفاجاه بقى ان احنا نلاقي نخنوخ على علاقه بناس كبيره جدا في البلد. طبعا العلاقه دي على كل المستويات مع الفنانين والرياضيين وغيرهم جدا من من الناس الكتيره، ودي الناس دي بتطلع على القنوات. واللي غايظني يعني اللي غايظني جدا ومخليني مش قادر اتكلم، اللي الناس دي بتطلع على القنوات وتقول لك لا نخنوخ ده راجل شهم وراجل جدع وابن بلد ولا بلطجي ولا حاجه، لدرجه ان في قنوات خصصت حلقات من برامجها لهذا البطل المغوار نخنوخ. وكالعاده جزء من هذا الشعب الطيب صدق الحكايه بعد ما كان بيقول على نخنوخ بلطجي طلع نخنوخ ابن بلد وجدع. طبعا انا مش عايز اتكلم واحدد مين الاسماء دي، زي كل مره بحاول اخفي الاسماء دي عشان ما ينفعش اقول الاسماء دي على الهوا، لكن ممكن المح عنها شويه. المذيعه الجميله اللي بتطلع تقعد تقول لك الناس دي عايزه فلوس والناس دي تعبانه وبتجري ورا تحضير الجن، وتقول لك الناس دي بيطلعوا الجن ازاي والنمل مين المذيعات دي؟ هما الاثنين قالوا نفس الموضوع، هما الاثنين جابوا نفس التقرير ده، عملوا حلقتين كمان مش حلقه واحده. ده انا كنت قاعد بضحك. وفي النقطه تقول لك يعني تجيب ناس يتصل يقول لك دول ده شهم وابن بلد وجدع، تقول لك بس احنا مش عارفين. طب منين بتتكلموا بس احنا مش بتدافعوا عنه عارفين. وبتقولوا ان احنا مش عارفين؟ والله انا بقول يمكن حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طبعا دلوقتي خلصنا معاكم الفقرات اللي فيها الرغي كتير، الفقرات اللي فيها كلام، الفقرات اللي فيها دش كده. احنا يمكن النهارده يمكن النهارده ما رضيناش نتكلم بشكل نقاشي او بشكل هزار او فن، لان احنا معانا الفقره الجايه نجم شيزوفرينيا باند احمد حكيم. معانا احمد حكيم من باند شيزوفرينيا. هنطلع فاصل ونرجع مع احمد حكيم ونسمع اغنيه لاحمد من 3 سنين، يعني احمد بيغني من زمان، نسمع له اغنيه من 3 سنين ونرجع معاكم ومعانا احمد حكيم.
علي صعبان إني هعيش بعدي تعبان. طب ازاي قلبك عليا وانت نسيت كل اللي كان؟ صعبان علي صعبان إني هعيش بعدي تعبان. طب ازاي قلبك عليا وانت نسيت كل اللي كان؟ بتقول إن حبي معاك هيطول. طب ازاي قلبك عليا وجاي تقول أنا مش مسؤول؟ زمان حبيبي الأولاني ملوش أمان. والله ظلمت قلبه ده كان بالنسبة لك إنسان. كان حب ملوش في قلبه مكان. حبيته كل قلب وفي يوم سابني وقال ملان. زمان بتقول إن حبي معاك هيطول. قلتها لي بعيد وهنتعود وجاي تقول أنا مش مسؤول. قلت زمان حبيبي الأولاني ملوش أمان. والله ظلمت قلبه ده كان بالنسبة لك إنسان. كان يا ما كان حب ملوش في قلبه مكان. صعبان علي صعبان إني هعيش بعدي تعبان. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم. معانا النهاردة النجم أحمد حكيم. ازيك يا أحمد؟ ازيك يا نظام؟ طبعا يا أحمد بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، طبعا الأغنية أنت غنيتها دي عشان نوضح الناس قديمة، من كام سنة يا أحمد تقريبا؟ يعني حوالي 3-4 سنين. مش أحمد بس ممكن بس تعلي صوتك شوية عشان المايك اللي معاك صوت واطي. حوالي 3-4 سنين. تمام. متهيألي نوري عمالة تشد مني المايك، عايز أقولك حاجة. انا عايز اعرف بس الاول منك يا احمد، انت ازاي ابتديت اصلا تغني؟ هي يعني الفكرة كلها كانت من حوالي 6 ابتدائي او يعني من مدة طويلة، مش متذكر بالظبط والله من امتى بالظبط يعني، بس كان من مدة طويلة جدا. ابتدى الموضوع يعني صدفة، يعني مش محضر له او كده، او كان في حد بيجرب يعني الحاجة. مش حاجه انت كنت حاببها وكنت عايز تخوض فيها، دي صدفه؟ لا، هو الموضوع من البداية جه صدفة، انما عدت الفترة اللي بعديها كنت حابب ان ادخل فيها. طب احمد، طب انت مثلا قبل ما نتكلم بقى كده، حابب تغني لنا حاجة زي ايه مثلا؟ انا عارف ان في اغنية انت بتعملها جديد.
هي اغنيه اسمها قلبي رجالك، كلمات محمود سعيد وتوزيع كريم غانم. تمام، ممكن تغنيها لنا ولا مش ممكن؟ ممكن. طب هنغني اغنيه ايه؟ قلبي رجالك. نغني اغنيه قلبي رجالك مع احمد حكيم. يعني باذنك بس بتأذن بس عبد الرحمن المصري مهندس الصوت بتاعنا يشغل لنا اغنيه احمد، يشغل لنا التوزيع بتاع الاغنيه عشان احمد يغني عليه. قلبي رجعلك جاي بينبض جاي بيطلب ترجعلي، ما قدرش ينسى في بعدك عنه رغم جرحه وحبك ليه. قلبي رجعلك جاي بينبض جاي بيطلب ترجعلي، ما قدرش ينسى في بعدك عنه رغم جرحه وحبك ليه. بيندم انه سابك ده يوم غيابك عدى سنين، يا ريت تقبل اسفه وحبه وترضى انه يرجع ليك. جاي بيندم انه سابك ده يوم غيابك عدى سنين، يا ريت تقبل اسفه وحبه وترضى انه يرجع ليك. عمره ما ينسى في وقت غيابك احساسه بيه، جاي يقولك لسه بحبك يا ريت تقبل اعتذاره ليك. عمره ما ينسى في وقت غيابك احساسه بيه، جاي يقولك لسه بحبك يا ريت تقبل اعتذاره ليك. قلبي ده اللي عمره ما خانك ده كل يوم بيزيد حنين، جيت عليك كتير وما سابك يتمنى نرجع بس يومين. قلبي ده اللي عمره ما خانك ده كل يوم بيزيد حنين، جيت عليك كتير وما سابك يتمنى نرجع بس يومين. سلام. لا جميله والله يا احمد الاغنيه، يمكن اول مره يا جماعه الاغنيه دي تتغنى عندنا في علشان بلدنا وكيرهوم. بصراحه الاغنيه تحفه بجد يا احمد، بجد انا بحييك عليها جدا. ربنا يخليك يا مين. طب حكيم بقى نتكلم عن شيزوفرينيا باند. شيزوفرينيا باند هو الفكره كلها ان احنا لما ابتدينا او حاولنا نبتدي من تانية ثانوي، انا كنت حابب ان انا اعمل باند. عجبني الموضوع، شفت كذا باند، ابتديت اقرا عنها مش عارف ايه، ابتدت الدنيا تتكون شويه. طب انا عايزه بس قبل ما تقولي الباند اتكون ازاي وكده، انت قلت لي ان انت بديت الغنى صدفه، ينفع عارف الصدفه دي تقول يعني؟ هقول لك هي الصدفه كانت بخناقه. كنت بتخانق مع واحد صاحبي عادي، فالمدرسه دخلت حاشت ما بيننا، فطبعا اتضربنا زي طبيعي في اي مدرسه. حبت تراضينا بعد كده، قالت يا جماعه مين فيكم صوته حلو يقدر يغني نشيد او يقدر يغني. احنا طبعا كنا مدرسه اسلاميه موجوده يعني، كان مدرسه اسلاميه وكده، فعليها يعني ابتدى الموضوع يعني. انا بحيي المدرسه دي بصراحه ان هي وصلت صوتك لينا يعني. ربنا يخليك. طب نرجع بقى تاني ونتكلم عن شيزوفرينيا باند. شيزوفرينيا طبعا بعد ما دخلنا الجامعه ابتديت اشوف رعايه الشباب اللي فيها الميوزك وفيها السبورتس، فيها كل المجالات والمواهب اللي المفروض نحتاجها يعني.
فعليها قابلت عمر معانا بتاع العود، ومنها عرفنا على مينا بتاع كمانجا. دول كانوا معانا دول معانا في الجامعه. تمام. منها ابتدينا، عمر ابتدى يشوف يلم الناس اللي يعرفهم من حيث الالات، وانا ابتديت الم الناس اللي كنت مجمعهم من البدايه او كنت متكلم معاهم في الموضوع. ومينا كان كذلك الامر، ابتدى يتكلم مع الناس اللي كنا محتاجينهم فعلا. طيب اشمعنى شيزوفرينيا؟ يعني ليه شيزوفرينيا باند؟ ليه الاسم؟ شيزوفرينيا باند انفصام في المزيكا. انفصام في المزيكا بمعنى انت ممكن ازاي تكون بتغني جاز ومثلا شغال فيه، تلاقي في النص واحد داخل بموال، تقريبا فيها شيزوفرينيا شويه. طب حكيم، يا ترى انت درست حاجه عن المزيكا؟ يعني بتتكلم بشكل مش شكل هاوي، بتتكلم بشكل تقني شويه. ترى انت درست حاجه عن المزيكا ولا برضو ماشيها كده؟ لا مش هكدب عليك، هو انا ماشيها كده، بس الموضوع انك انت ازاي تقدر تسمع وعليها هتنفذ. طب يعني دراستك ملهاش علاقه خالص بالمزيكا؟ لا خالص. انا كليه ايه؟ انا في كليه لغات وترجمه في جامعه ملهاش مصر. علاقه خالص. ملهاش علاقه خالص. طب انتوا ليكوا حفلات بتعملوها في ساقية في اماكن؟ يعني نزلنا في الساقية، كان في اوديشن وعليها نزلنا يعني، وعملنا في كولر فيستيفالز كذا كولر، ونزلنا كافيهات، ونزلنا ان شاء الله باذن الله يعني جامعه مصر في الويلكم بارتي، يعني بنتكلم مع الناس يعني اذا كنا هنعمل حفله ولا لا. طيب يعني متهيألي الكليه عندكم ما عملتلكوش اي حفله غير الويلكم بارتي بتاعت الدفعه الجديده اللي جايه؟ لا هي عملت، بس كانت عامله حفله لما كل كليه، بمعنى كان عايزين نعمل حفله كذا. هو طبعا الجامعه مش بتدي دعم المطلوب اللي احنا عايزينه، يعني لدرجه ان اللي كانوا طالعين في الحفله انا طلعت منهم وعليها كملت البند، يعني الناس اللي كانوا مع الحفله. احمد، هو يعني انتوا معلش يعني عندكم استوديو بتاعكم بتتمرنوا فيه؟ عندكم مكان شغالين فيه كتدريب والكلام ده؟ والله بص، هي لحد دلوقتي احنا لسه ما عملناش استوديو هوم يعني، بس بننزل استوديوهات بنحجز يعني زي اي بند. يعني انا لو عايزه اوصل دلوقتي للمغني احمد حكيم، اوصل للباند، اعرف اوصل له ازاي؟ الفان بيج. طب الفان بيج بتاعك على الفيسبوك اسمه ايه؟ شيزوفرينيا باند انفصام في المزيكا. طب انا برضو عايز ارجع للتقنيه شويه. طب يعني انتوا شايفين انتوا مثلا عشان كل مره تدريب، يعني مثلا تدريبكم كم مره في الاسبوع او كم مره في الشهر مثلا؟ لا مش كم مره في الشهر، احنا بننزل يعني بعدد واحد جيمة في الاسبوع الواحد. طب يعني ايه جيمة بس؟ مش فاهم. بروفا. واحد بروفا في الشهر؟ لا في الاسبوع. في الاسبوع بننزل في الاسبوع. احنا طبعا كنا موقفين الفتره اللي فاتت عشان كان في ناس يعني كان بياخدوا سمرز وكده سفر. برضه حتى في الاذاعه عندنا مشكله بسبب السفر والكلام ده، فدي الغو بصراحه. طب مش شايفين ده تكاليف جامده ان انت كل اسبوع تأجروا استوديو؟ طبعا مش اقل من 3 ساعات مثلا. يعني بص هقول لك على حاجه، مين مين نجم من النجوم اللي هم دلوقتي ما تعبش؟ احنا لازم نتعب عشان تقدر تعمل حاجه، ما ينفعش تبقى انت تيجي لك الحاجه على طول. تمام. يعني انت معلش انا قطعت كلامك، بس انا عايز اعرف، هو حد بيدعمكم الباند ولا انتوا من نفسكم؟ لا احنا من نفسنا، كل حاجه ماديا. بس هي تكلفه متهيألي عاليه قوي انك تروح تأجر استوديو عشان خاطر تسجل اغنيه. هي مش موضوع تكلفه ولا حاجه، بس برضو انت يعني عايز توصل لحاجه هتوصل لها، مش مهم هتيجي على نفسك، تيجي على نفسك بس يعني طالما حابب انك انت تعمل حاجه، وطالما حابب انك انت توصل فهتوصل. حكيم ما تسمعنا حاجه تانية بقى. حكيم بقى كفايه كلام. عمال تتكلم تسمعنا حاجه يا اخي. ماشي يا حابب تغني ايه مثلا؟ ممكن جانا الهوا. طيب جانا الهوا. بستأذن برضه عبد الرحمن المصري مرة تانية يوطي باك جراوند كده بعد اذنك، يعني تعبك معايا النهاردة انا عارف. اتفضل يا حكيم ونسمع جانا الهوا. جانا الهوا جانا ورمانا الهوا رمانا، جانا الهوا جانا ورمانا الهوا رمانا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوا،
رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي. طبعا بعد الصوت الحلو ده مش هتكلم انا، ونطلع فاصل بسرعه عشان صوتي ما يزعجكوش. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي. رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. يا رميني بسحر عنك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين، يا رميني بسحر عنك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين، على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موديني، انا اسأل ليه واحذر كده ليه، بكرة الايام هتوريني، خلينا كده على طول ماشيين، ما رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي، يابا يابا شاغل بالي. رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. عدينا شو عدينا، على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا، على بر الهوى رسينا، ده انا عمري معاك وهوايا هواك، عدينا شو عدينا، ده انا عمري معاك معاك معاك.
زوق يا نسيم خطوينا خطوينا، زوق يا نسيم خطوينا خطوينا، ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا، خلينا كده على طول ماشيين، ما رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شغال بالي يابا يابا، شغال بالي يابا يابا، شغال بالي. عمر مانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. كايرو هوم برعاية سوبران ايجيبت اند اذر براند. ورجعنا لكم تاني في برنامج كايرو هوم مع محمد طارق ونوري علاء، ومعانا الفنان الجامد جدا احمد حكيم. حكيم طبعا نورهان مش عارف اول ما اتكلمت ادتني المايك مش عارف ليه، مش عايز حاجه تسالها. احنا بنتكلم بقى شويه عن حياتك الشخصيه. يمكن في ناس بتقول لك يا احمد بطل غنى، ناس تقول لك كمل غنى، ناس تقول لك يا ابني انت السكه دي ملهاش لازمه، ركز في تعليمك. بص هقول لك على حاجه، يعني موضوع سيبك في تعليمك وخليك في دراستك وشوف لك شهاده تانية، يعني ده كان اول سبب بيخليني اطلع مع الموسيقى العربيه. مبدئيا انا كنت مع الموسيقى العربيه وقدمت والحمد لله كنت فيه برضو، وكنت قسم غنى وكل حاجه تمام يعني. بس الموضوع كله انا قعدت اسبوع يعني ذل بقى، اللي هو طيب دراستك هتعمل ايه بالشهاده، مش هتعمل ايه بالشهاده، خلاص ريحتكم. والموضوع الغنى بالنسبه لي مجرد هوايه. جه معايا بحاجه كويسه الحمد لله، ما جاش معايا حاجه كويسه فمش تفرق كتير. يعني اهلك مش مقاطعين، مش معارضين على الموضوع بشكل قاطع يعني؟ لا مش معارضين، لا هو حتى والدتي بتشجعني في كذا حاجه، يعني خصوصا في البند. يعني انا اخترنا ان احنا نغني اسلوب الكلمات في البند ما يبقاش رومانس قوي، او يعني ما فيش كده. يعني احنا نظام الكلمات بتاعنا احنا ممكن نتكلم عن مجتمع، ممكن نتكلم عن مشكله، ممكن نتكلم عن قضيه، مش بنتكلم يعني
زي مثلا سين وسط البلد، سيتي باند، يعني الباندات دي. انتوا عندكم اغنيه مثلا زي ما انت بتقول كده هاف فن شويه، اغنيه فيها حركه شويه، زي ايه مثلا؟ هي مش مسألة حركة بس احنا اتكلمنا عن الامتحانات. تمام. طب ما كان- تسمعنا حاجه عن الامتحانات. عبد الرحمن المصري، بس بعد اذنك مره تانية وطي الباك جراوند بس بعد اذنك كده وظبط بقى حياتك. تمام، جاهز حضرتك؟ طب ماشي، عبد الرحمن جاهز معانا يا حاجي، اتفضل. الامتحان المشكلة اللي مقابلني في قلبه ضحكة مهللة. الامتحان المشكلة اللي مقابلني في قلبه ضحكة مهللة. ضحكة حوان مستني يمسك دماغي. ضحكة حوان مستني يمسك دماغي عالامتحان. والبنات اللي تبان متبهدلة واما تنسى تبقى واقعة منيلة. والبنات اللي تبان متبهدلة واما تنسى تبقى واقعة منيلة. بس برضو محملة كل الكتاب ويزيد علينا في اكتئابنا اكتئاب. بس برضو محملة كل الكتاب ويزيد علينا في اكتئابنا اكتئاب عالامتحان. تمام. عارف، حبيت الامتحان انا بعد كده انت عارف والله انا كل ما اروح امتحن افتكر الاغنيه دي والله العظيم، لان فعلا بفتكر فاهم، تخش اي امتحان ثانويه عامه، اعداديه، جامعه، اي حاجه، نخرج من الامتحان تلاقي البنات عماله تعيط واحنا عادي يعني مفيش حاجه. في الاخر مالك فيه؟ لا اصل فيه يعني نقطة سبتها. يا ريت سبتها، شكه صح ولا غلط؟ واضح ان في اندفاع جامد جدا على البنات يعني، وانا ما ينفعش يحصل الكلام ده وانا موجوده عشان انا عنصريه. انت عنصريه، بس الكلام ده حقيقي يعني. انتوا ممكن على يعني حاجه عاملينها وشاكين يا ترى صح ويا ترى غلط، وهي صح وعماله تعيط بقى، واحنا عادي اصلا نسيب النص يعني الامتحان وممكن نسقط. كفاية عربات الإسعاف. عامه مش كل البنات تمام، عشان ما تردكوش تردين بره الاستوديو. لا على فكره يعني الصدفه يمكن اللي انا واحمد كنا نمتحن في مدرسه ثانوي مع بعض، تمام، فكان بنشوف المناظر دي قدام عيوننا، احنا خارجين اصلا عادي خالص من الامتحان، صباح الفل، امتحان عدى عادي، شلت كيمياء، صباح شايلين كيمياء مع بعض. طب وعايز اعرف بقى بمناسبه الامتحانات، الفنان بتاعنا احمد حكيم كان ايه اخباره مع الامتحانات؟ بيحل كويس ولا بنعك، ولا اخبار النتائج ايه يعني؟ لا يعني بنعك، بنحل كويس على حسب. على حسب، مش عايز تقول انك كنت شاطر ولا مش شاطر يعني. لا مش شاطر، مش شاطر بس لا مش دحيح يعني. طب احمد، انت يا ترى عندك هوايه تانية غير الغنى؟ بص لحد دلوقتي يعني الغنى بالنسبة لي رقم واحد. تمام. طب يا ترى بقى يعني في حد بتغني له مثلا؟ في واحده، مش حد، في واحده بتغني لها، حد بتحس له وانت بتغني له ولا لا؟ يعني في كذا حد يعني. في واحده بتسمعك يعني دلوقتي؟ معرفش. تعرفش؟ مش عايز يقول. طب انت احمرت ليه يا عادي يا واحده بتسمع؟ لا واحده معجبه، اعجاب عادي يعني، اعجاب من طرف ثالث. طيب عادي عادي. نيته وحشه. طيب ممكن نعرف ايه خطواتك الجايه وهتعمل ايه يعني من ناحيه الغنى؟ هقول لك، هي يعني اول خطوه ان نحاول يعني على قد ما يعني على قد تعبنا احنا ربنا هيكرمنا، مش يعني مش حاجه معينه، طبعا الارزاق كلها على الله وكل حاجه ربنا هو اللي كاتبها. الخطه الجايه ان احنا نحاول نطلع حفلات اكتر. انا يعني على المستوى الشخصي يعني كان عندي كريم غانم، ده اخويا يعني 8 سنين، هو اللي بيوزع لنا الكلمات. في عندي محمود سعيد، هو اللي بيكتب لنا كل حاجه يعني. ده لاحمد حكيم، يعني الاغاني او التوزيعات دي بتاعت احمد حكيم.
انما الباند بنحاول نسعى ان احنا نطلع حفلات هنا، يعني نشوف كولر هنا، يعني على حسب يعني. طب يا حكيمي، انتوا يا ترى بتلفوا على الناس دي تقولوا احنا ممكن نيجي نغني مثلا، ولا ناس بتجيلكوا تقول لكم مثلا تعالوا غنوا زي ما انا كلمتك مثلا النجم عايزك تتوجه معايا كده؟ لا، هو مبدئيا اول حاجه غلط ان انا اروح لواحد اقول له طلعني. تمام. انت سمعتني، عجبتك ما عجبتكش خلاص، مش مشاكل، هي قد مش بتقف. طب هو انت ما فكرتش انك تدوروا على سبونسر يمول لكم الباند بتاعكم؟ اصلا يعني كان في زي مثلا الباند MTM كان قعد فتره كبيره عشان كان بيدور على سبونسر، ما فكرتوش؟ مش دلوقتي او مش وقتها، معلش احنا برضو لسه مش سوبر ستارز عشان نعمل او ان احنا ندور على سبونسر او كده. طبعا لسه لحد نبتدي نطلع نكون نفسنا، يعني لسه الموضوع بدري عليه شويه ان احنا نلاقي سبونسر. طب مش شرط حتى يكونوا سبونسر بمبلغ مادي، يعني ممكن حتى يكونوا سبونسر كمساعده مثلا باستوديو، سبونسر بمساعده، يعني سبونسر هو مساعدكم ومعاكم، يعني عليتوا انا معاكم عليت، ما عليتوش خلاص الريسك بتاعنا او يعني يعني الكفاح اللي احنا بنكافحه مع بعض خلاص راح، يبقى الحمد لله. لا لسه موضوع سبونسر حتى بمساعده، احنا زي ما قلت لك من البدايه خالص ان احنا بنعمل كل حاجه بنفسنا، سواء كان استوديو، سواء كنا بنشتغل، سواء بنعمل كل حاجه بنفسنا. لسه طبعا لحد دلوقتي الكلام، احنا بقالنا تقريبا دلوقتي داخلين على سنه مع بعض، لسه طبعا اكيد شويه ما فيش حد بخلال سنه واحده طلع او عمل حاجه او عمل شو او حتى دور على سبونسر. لسه طبعا الموضوع قدامه وقت شويه. طب يا احمد، يمكن وقتنا قرب يخلص، فحابين نسمع منك حاجه تانية، حاجه كده على مزاجك بقى. خليها كئيب يعني. لا يعني على مزاجك، شوف انت مزاجك ايه النهارده. عادي يعني. طيب انت فاجئتني بالموضوع ده. اي حاجه عايز تغنيها. يعني ما اعرفش انتوا بتحبوا احمد سعد ولا لا؟ طبعا. تمام. طب قول لي انت عايز تسمع له ايه؟ وصراحه احمد سعد كل حاجته حلوه. كان في اغنيه بتاعت فيلم الماني. لا الشبح. لا سألت نفسي كتير. الكلام انتهى. عارفه كلام انتهى. فيلم بتاع سليم وزكي، ولاد العم. لا انا عارف انت في اغنيه اصلا بتحبها لاحمد سعد. لا هو احمد سعد بالنسبه لي يعني بحب له كل حاجه. طب ايه اكتر بقى اغنيه انت متمكن منها لاحمد سعد قوي يعني؟ تمام، ممكن في كتير. قول واحده كده. ها تمام. انت كنت عايز حاجه كئيبه؟ تمام. جراحي. طب ماشي، بعد جراحي نغني واحده مش كئيبه بقى. لاي حد بقى، ممكن احمد سعد تاني بس مش كئيب. يلا نسمع جراحي مع احمد حكيم. اللي في جراحي نسيني وفرحي بيبكيني، حد الله بينه وبيني وبين الهوى، ضيعت عمري عليه، شفت الحياة بعينيه، طمني لي وتريه باع الهوى. اللي في جراحي نسيني وفرحي بيبكيني، حد الله بينه وبيني وبين الهوى، ضيعت عمري عليه، شفت الحياة بعينيه، طمني لي وتريه باع الهوى. انا بين ايديه ابتديت، طلت بايديا السحاب، منه ما اخيرا صحيت على ودمعي وظلام. انا بين ايديه، طلت بايديا السحاب، منه ما اخيرا صحيت على ودمعي وظلام. جميلة. يعني تحفة جدا يعني. طب ممكن بقى حاجة فريحي كده؟ انت عارف انا عندي انا كئيب دلوقتي، انا اصلا عندي كآبة في حياتي، فهعيط والله، كنت هعيط دلوقتي، فعايز حاجة تفرحني كده.
سألت نفسي كتير، صح حافظها؟ سلام بقى. سألت نفسي كتير. انا هنسمع سألت نفسي كتير، وقبل ما نسمع سألت نفسي كتير هنختم الاول عشان وقتنا كده تعدى الساعة. و متهيألي قبل ما ابدا اختم بحب اشكر احمد اللي هو كان معايا النهارده. ربنا يخليك يا واد. انا بقول لك طبعا ايام زمان انت عارف. احمد حبيبي من زمان. واحب النهارده اشكر هاني عبد الرحمن المعد بتاعنا، واحب اشكر عبد الرحمن المصري مهندس الصوت اللي تعبناه النهارده كل شويه يركب حاجات ووطي وعلي، واشكر نوري انها كانت معايا النهارده. وبشكر كل المستمعين انهم سمعونا، وبقول لكم استنونا الاسبوع الجاي مع كايرو هوم الساعه 5، واسيبكم مع احمد حكيم. ليلي ليا ليلي ليلي يا ليل. سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر. سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر. مليان عيوب ولا خالي من الذنوب، ولا مليان عيوب ولا خالي من الذنوب، ولا ولا انا جوايا ومش داري للاتنين في بعض، دول 500 حاجة ومالهمش دعوة ببعض. ولا انا جوايا ومش داري للاتنين في بعض، الاتنين في بعض، دول 500 حاجة ومالهمش دعوة ببعض. كايرو هوم برعاية سوبران ايجيبت اند اذر براند.